أكثر من الكائنات البحرية الكل، مش كان من القرش. تحسها مرعبة أكثر. كل مرة نسمع بحالتها، كل مرة ناس تقول باش نبطل البحر. ميتها في الفلوكة وقلت لهم بالله هذه شوفوني هذه حية ولا ميتة. وبالحق كي روحت نهارين 3 أيام باش نجمت ننسى كل حكاية كل شيء. ثم حاجات مش عادية. الطائرة ذاك ما يحب يمسنا أصلاً، يتهجم علينا أصلاً. رجل أختي توفى يعني على الأقل لقيناه، ما ثم بحارة أصلاً ما ظهروش. لقيت الخبر يعني كالصاعقة. مرحبا بكم في بودكاست بلو تي. ضيفنا اليوم عماد التريكي، جانا من ملولة مدينة برقة والحدود الجزائرية. عماد اليوم باش يحكي لنا على النهار اللي منع فيه الدوفان، باش يحكي لنا على قداش من مرة شاف الموت بعينيه في البحر وما سلمش في فلوكته. باش يحكي لنا زاده على التصرفات الغريبة اللي ولاو عند الحوت متاعنا في البحر، اي سورتو باش يحكي لنا على القرش وحكايته في بحوراتنا. عماد التريكي، بحار، أصيل منطقة ملولة من مدينة برقة. مرحبا بك عماد. هات نفهم واش معناها بحار تقليدي. بحار تقليدي بمعنى بحار يستعمل تقنيات صيد قديمة، ماهيش حديثة، ما فيهاش يعني ميكانيك، ما فيهاش كما مثلا ثم بحارة ما يستعملوش لحد الآن الجي بي اس، بالرغم انها حاجة مهمة برشا في البحر، لكن مازالوا يستعملوا اكل ريبير نتاع الجبال هذيك مهمة جدا. كيف يستعملوا معدات صيد صديقة للبيئة، اللي توا أغلب المعدات الصيد ضد البيئة، كلها بلاستيك خاصة. قداش كبر الفليك متاع البحار التقليديين؟ كبر الفلوكة من 3 متر حتى ل7 متر، يعني بالنسبة للقانون متاعنا في المجمع. أول فلوكة كسبتها شنو اسمها؟ أول فلوكة كسبتها اللي هي مازالت عندي، ما فلوكة واحدة كسبتها اللي هي اسمها فاطمة على اسم أمي الله يرحمها. وصلت سميت فلوكتك على اسم أمك الله يرحمها. شنو تعني لك فلوكتك؟ قبل كنت نخدم، ما عنديش فلوكة، كنت نخدم بحار عادي يعني خدام. من بعد شريت فلوكة كتتويج معناها ليا، بالنسبة ليا معناها يلزمني نكون عندي فلوكة باش نجم نخدم على راحتي أكثر. 25 سنة وانت تخدم في البحر، كيفاش بديك الغرام؟ بدا الغرام وانا كنت نقرا، وفي الصيف بطبيعة الحال ما ثماش قراية، يلزم واحد يمشي يخدم يدبر شوية مصروفه للسنة الدراسية متاعه. مشيت خدمت البحر مع خالي. كنت صغير عمري 15 سنة. تعلمت بشوية. بديت حسيت روحي كأن البحر سيطر على القراية. ومن بعد كي وصلت عمري 20 سنة يعني ديريكتوما وليت بحار. يعني ما عادش قراية، بطلت القراية للأسف. لحد الوقت ايش وصلت في القراية؟ 6 أني سكوندير معناتها. وعلاش ما كملتش في القراية؟ علاش اخترت البحر؟ مصروف القراية برشا، الوضعية الاجتماعية كانت صعيبة بالنسبة لنا كالوالد متاعي في الوقت هذاك. كان ثم برشا حوت الحقيقة، كان ثم خير موجود، كان ثم واحد يعمل سرحة يجيب متاع جمعة كاملة معناتها. خرجت مرة رميت الشباك متاعك ومن غدوة رجعت باش تخرج الشباك. يا أخي عشت مغامرة مع دنفير. رمينا الشبكة، فما غدوة مشينا باش نجيب الشباك، واحنا قريب نوصل للشبكة لقينا دنفيل ينقز بحث الشبكة. كي نشوفوا دنفيل يعمل هكا معناها راهو الشبكة فيها حوت. فرحتوا معنا؟ فرحنا. فكي قربنا معناتها لقينا الدنفيل ما خافش منا، ما هربش. مشينا باش نجبد الشباك، بدينا هكا باش نجبدو في الديبي متاع الشباك، لقينا دنفيل آخر ضرب في الشبكة. والدنفيل يعني يعمل في حركات غريبة، معناها كونه معناها عبارة احنا كبحارة فهمناها، يعني كونه هو نحبكم تتمنعوني صاحبي ولا زميلي ولا صديقي الدنفيل. خلصنا الدنفيل، معنا خرجناه من الشبكة. وبعد ما خلصنا كل الدنفيل مشى هكا للزوز، تشوف كيفاش ينقزوا للزوز يعني فرحين، عملوا حركات كأنك كيما نشوفوهم في السيرك ولا في احنا عند البحار يسموه شميتي، خاطر كي يجي يضرب الشبكة راهو يضربها متاع يخلي البحار جمعة كاملة مسكين هو، لكن يبقى ديما ما عندك ما تعمل له. مشنا برغم ضرب الشبكة هو في النهاية، لكن روحنا فرحانين. قابلت قرش؟ كانت المقابلة معناتها الحجم متاعه أكبر من الفلوكة، وعنده شوكة كبيرة هكا ويدور هكا يدور. واحنا خفنا في البداية، سي نورمال واحد باش يخاف، خاطر ينجم يعمل حاجة يقلب الفلوكة
ومادام يدور اللي هو جاع، مادام يدور بالفلوكة جاع، ومن بعد في النهاية تبقى ديما البحار حتى باللي يخاف من بعد يتنحى لها الخوف هذاك. هجم عليكم قرش قبل؟ لا ما هجمش علينا حتى مرة. أنا ما هجمش عليه حتى مرة قرش. أنا أخطر القرش ولا الإنسان على البحر؟ الإنسان أخطر من الكائنات البحرية الكل، مش كان من القرش. علاش؟ لأنه القرش هو موجود في البيئة متاعه، وإحنا مشينا له مش هو جانا. الإنسان هو اللي يمشي يستنبط طرق باش يصطاد بها القرش. القرش احنا كبحارة نعرفوا انه مهم جدا في البيئة البحرية، انه مهم جدا في المنظومة البحرية، انه يعمل توازن كبير برشا. نعرفوا انه القرش غدوة بحرنا بلاش قرش غدوة تصير اخلال في المنظومة البحرية، وغدوة ارزاقنا الكل تمشي غدوة. هذا الكل نعرفوه، هذا البحار الواعيين الكل يعرفوا، حتى البحار المش واعي يعرف الشيء هذا، لكن ديما مواصل انه يحب يصطاد القرش. بالنسبة للناس اللي يسمع بالقرش انه مخطر وانه باش ياكل، وانه اللي صارين في مجتمعنا اخطر برشا من القرش. القرش ما عمل حط شيء بالنسبة للبحار ولا لأي انسان، هو موجود في بلاصته، احنا مشينا لك البلاصة هذيك. البحر يعيشك برشا مغامرات، كما عايشك الباهي الحلو كما عايشك المر، وانتي وصلت ساعات شفت الموت بعينيك، اما كمان ما سلمتش في فلوك. مرة في الليل مشينا رمينا الشبكة، واحنا في الماء مالف كي نمشوا الجهة الترويسية بار اكزومبل، نقربوا شوية الحدود على بعد 2 ميال حاجة كيما هكا. كنا نكمبوا هبطوا للشط نعملوا كامبينج باش تجينا قريبة معنا، بخاطر بعيد علينا بالمجدة باش تنجم تمشي وتجي كل يوم باش تجبد الشبكة بعيدة. فالمرة هذيك حسينا انه باش يتبدل الطقس معناتها في الليل ولا الصباح، قلنا نبقوا ثم هكا في الماء في الفلوكة، واحنا بطبيعة الحال ما عندناش جراري ولا ما عندناش، خاطر فلوكة صغيرة ما عندكش، قاعدين هكا نتحدثوا قاعدين نحكيوا في حكايات باش نعدوا الوقت، وفي البرد معناها في الشتاء. ففز علينا برشا ريح وقتها قوي، جبدنا الشبكة ورزما، يعني كي جبدنا الشبكة يعني خلانا نجبد، عطانا شانس باش نجبدوا الشبكة. روحنا في الليل الدنيا ظلمة، بحر هايج وموجة في الليل، والموجة في الليل تولي فوادو معناها، تولي كي تشوفها هي نفسها الموجة في النهار ولا في الليل، أما في الليل تبين أكبر وتحسها مرعبة أكثر، خاطر في النهار عندك وين تمشي تشوف قدامك وين تنجم. أما احنا يعني بدأت تضرب الموجة منا على الجناب الكل، وبدأت الفلوكة تعبي في الماء وحاسيل وحالتنا حليلة. احنا مروحين هكاك نخمموا، اصحابي اللي معايا قالوا لي نجيبوا يعني نقربوا شويه للارض معناها للشط، معناها حتى كي تتقلب بينا على الاقل نجموا نهبطوا بالعوم، نجموا نتصرفوا، ولو انه معناها اكثر ريسك الحكايه هذه، لانه الله لا قدر تقلبت بك فلوكه وانت عندك شبكه تتقلب عليك الشبكه تموت ديريكتومون. قلت لهم وقت اصحابي ما هيش حل انه نجيبوا نبعدوا الشط خير، وكي تبعد الشط تولي يعني الله لا قدر تقلبت بيك يعني باش تهبط بالعوم بعيدة وبرد وكذا، وصديبات نجم توصل يعني في الحالات الزوز يعني مخطرة. أما هكا ريتها أنها تكون تبعد البرة خير من فوقتها نحن هكا مروحين مروبين وما نعرفش شنو صاير فينا وبلل وكل شيء، ثم طائر، هو طائر في النهاية ما نعرفش شنو هي طائر هذا، فهمت، طائر كبير الحجم صراحة، يتعدى فوق روسنا هكا، يحاول يقرب لنا، يحاول بالحق معناها. ما الحادثة هذيك بصراحة توا نتفكرها معناها. هو الطيور موجودة صحيح، تنجم النورس البحري ينجم في الليل يولي لك كبير، أما الطائر هذاك ما يحب يمسنا اصلا، يتهجم علينا اصلا. حسيتها يعني من ناحيه انك تخمم في البحر تقصد البحر مركز على البحر، ومن ناحيه انك تركز تنجم يضربك ينجم. حسيلو ما وصلنا للخليج ملولة وقتها البلاصة الا ما يعني بالرسمي معناها، هو كي نحكيها يمكن ما فيهاش، اما كان جيت معانا وقتها في الشتاء وبحر هايج وريح قوي برشا معناها، وفلوكة صغيرة 4 متر، راهو مش بالسهل باش نجم توصل لاباس. وبالحق كي روحت نهارين 3 أيام باش نجمت ننسى كل حكاية كل شيء معناها. عندك قريبك توفى
قريبك من العائلة توفى في البحر الله يرحمه. هو نسيبه رجل أختي نسيبي اللي هو عنده 3 صغار. توفى في البحر معناتها تقلبت بها مفلوكة. وكانت في الأربعة خارجين في الأربعة متاع الصباح، الدنيا باردة على الآخر، والأيامات هذوك معناها برد مش عادي، معناها برد مش عادي جدا. هو ما عندوش برشا من توفى في الشتاء اللي فات. أنا وقتها يعني الحقيقة مانيش في البحر وقتها، أنا حلت الفيسبوك ولقيت الخبر يعني كالصاعقة معناها بالنسبة لي. يعني الحادثة هذه يعني صارت قبل ناس أصحابي معناها ماتت في البحر، في تبرقة ناس تقلبت بها من الفلوكة. كل مرة نسمع بحادثة، كل مرة ناس تقول باش نبطل البحر، كل مرة يقولوا الخبزة سامحني في الكلمة خبزة مرة. الحمد لله إنه رجل أختي توفى يعني على الأقل لقيناه، ما ثم بحارة ما أصلا ما ظهروش التوا. هذا الكل يعني تحديناه. وعندي زاد أخويا معناها هو ما ماتش في البحر، أما مات متأثر من البحر، يعني خدم البحر وأنه يخدم في السخاين وتأثر من السخانة متاع البحر والشمس متاع البحر، فصارت له يعني نزيف، يعني مات تعتبر معناها من البحر مات معناها، فهمت؟ لا يرحمه. معناها شوف العائلة ديجا فقدت زوز معناها من جرة البحر. شنو الحاجة اللي خلتك ترجع تخدم بالطرق القديمة متاع الجدود؟ مش أي بحار ينجم يخمم على الحاجة هذه، أما برشا بحارة كمان واعيين يعني يعمل عليها بون كيف. وزيد معناتها حتى كعبة الحوت طلعها باهية، مش كما توا كثر البوليسيون بلاستيك. تشوف الحوت ضعيف من الميكروب بلاستيك اللي قاعد ياكل فيها الحوت. شنو أكثر حاجة غريبة لقيتها في كرش الحوت؟ طلعت كعبة قاروس بار اكزومبل، هي حية والخراخش نتاعها بيضة، معناها هي حية معناها تتصور خراخيشها بيضة فيهاش دم معناها؟ فيهاش دم بالكل. معايا البحارة رميتها في الفلوكة، الحق هذه صارت رميتها في الفلوكة وقلت لهم بالله هذه شوفوني هذه حية ولا ميتة. بطبيعة الحال هي حية، زالت حية برشا. قالوا لي حية، قلت لهم بالله تنجموا تشوفوا الخراخش نتاعها كيفاش؟ قالوا لي هي بيضة هذه كيفاش تجي هذه؟ ما بالحق حاجة. وقت اللي شفنا في كرشها، خاطر احنا ما حبيناش نبيعوها، فهمت؟ قلنا هذه بيع حاجة ماكلة حاجة ربما لقينا فيها بلاستيك، يعني حاجة كل علبة بلاستيك وفيها ان برودوي ما عرفناوش البرودوي، احنا لوحناه في النهاية. فأكل البرودوي هذاك اللي كلاتو معناتها خلاها نشحت من الدم نتاعها وولت هي معناتها الخراخش نتاعها بيضة ولكنها حية في النهاية. لكن الحاجات اللي لوحوا فيها في البحر ولا في الويدان اللي تصب في البحر هذيك الكل راهي تأثر علينا. كيف راهو معناها نرجعوا مستوى الموضوع يمكن التلوث، ولأنها برشا بحارة تأثروا من الحكاية هذيك، تأثروا بالحق تأثروا بالرسمي، معناها البلاصة اللي كانت تربي الحوت ما عادش تربي حوت تو. نجمش تعطيني قديش الفرق في كمية الحوت بين قبل وتو؟ كنا نجيبوا في كميات كبيرة، كنا البحر كي يرمي شبكة يطلع 100 كيلو، توا للأسف الشديد ما عادش نطلعوا حتى 2 كيلو. عليه شوف فرق كبير برشا، من كنت تطلع 100 كيلو تطلع 2-3 كيلو، ساعات ما نطلعوش، ساعات احنا نمشوا البحر ما نروحوش بالحوت، ساعات يرمي شبكة ما يطلعش حتى كعبة حوت، صدقني حتى كعبة حوت. وصلنا جمعة كاملة نمشوا للبحر كي تلم ما نصوروش 10,000 فرنك، وصلنا هذه حقيقة معنا للأسف الشديد. شنو تحس انت وقتها مثلا تروح للدار؟ وقتها كل لحظة نقول باش نبيع الفلوكة، كل لحظة نقول ما عادش باش نخدم في البحر، نمشي نشوف حاجة أخرى خدمة أخرى. لكن أنا ما نجمش، تعلقت بالبحر برشا، مشى في دمي البحر بصراحة. كيفاش كان البحر قبل على ما بديت أنت تخدم في البحر وكيفاش ولا تا؟ أول حاجة بحوراتنا كانت نظيفة، الفيزيبيليتي متاع البحر ديما باهية برشا، كانت حتى المطر كي تصب في وقتها ديما تعطي يعني المطر هذيك باهية بالنسبة للحوت، ما كانش تصب بطريقة يعني مؤثرة، تلوث مش موجود الحقيقة. كيف كانت البحارة مش برشا، عدد البحارة مش برشا، معناتها احنا كي نحكوا في تبرقة بار اكزومبل معناتها من با تلقي 100 بحار،
توا تبارك الله توا يمكن ثم 500 بحار، لأنه ثم بحارة ما همش بحارة، هما متداخلين، ناس عندها وضعيتها الاجتماعية، يعني كما نقول لك مهندس ولا طبيب ولا صاحب شركة ما عنده حتى علاقة بالبحر، اليوم يشريك بالانسي، يشريك فلوكة كبيرة ويولي زحم في البحار الصغيرة ذاك ولا حتى البحار الكبار. توا شنو نعملوا باش نجيبوا الحوت؟ نخرجوا في ساعتين متاع الليل فك البرد، تصور الشتاء وبرد وكل شيء وظلمة، وزيد يعني نخرجوا من الدار، يعني مانيش نسكنوا على البرد ولا نسكنوا على الشط، نسكنوا بعيد شوية. ناقصين بحارة ما عندهمش حتى وسائل نقل، ساعات نمشوا بيي، الأغلب نمشوا بيي. نخرجوا من ساعتين حتى نص نهار. في عوض باش نخرجوا معناتها نسموها احنا قرطلة بولانغري قرطلة كنسترو، نخرجوا ب3 قراتل، خاطر نخرج بقرطلة نعرف روحي مانيش باش نجيب، لازمني نخرج ب3 قراتل باش كل قرطلة هكا كنجيبها كذا 4-5 كيلو، كل واحدة تجيب لي 4-5 كيلو باش نجم نحصل السرحة متاعي. وهذايا وشوية كما جاش الحوت غالي ما نحصلش السرحة متاعي للأسف الشديد. نتعبوا برشا. فاش نتعبوا؟ أول حاجة نمشوا لبعيد بالليرام، أغلب البحارة غاديكا يخدموا بالليرام، ما يخدموش بالموتور، ما عندهمش موتورات، الوضعية صعيبة، ما عندهمش فلوس باش يشروا موتورات. ثاني حاجة يعني يتعب برشا بالريمة، يعني ما يزيدش يخرج من الدار يعني أبيي ويهزك القراتل وكل شيء، ويزيد يمشي بالريمة يبعد 3 ولا 4 ميل كيف باش يرجع القرطلة في الدار، وبعد باش يجبدها وبعد يرجعها يريقلها، على الأقل يبقى نهارين، إذا كان 3 قراتل يبقى فيهم نهارين باش يرجعها، وهو نهار كامل وهو معناتها هكا ظهره مهود وكذا ومتعب برشا. كيف يتجرح، ساعات يتجرح البحار، ساعات يتضرب، معناها يتجرح إما من المعدات هذيك يتجرح خاطر ما عندوش الإمكانيات، متعب خاطر كي يبدأ عنده موتور ديما معناتها ديما خير. أما بلي تزيد باش يجبد لك كرتلة من البروفوندور متاع 50 متر حتى ل 100 متر متعبة برشا، يتجرح 3 قرات لازم لابد باش تصير له حاجة، وإلا يتضرب من حوتة مسمومة، وهذه صارت لي برشا مرات. صارت لي برشا مرات للأسف الشديد. ترشن، حوتة ترشن باللومة هذيك، وإلا كالرسكاس الجويد هذاك ضربته خيبة برشا. هذوما هما أكثر، وإلا ساعات اللي هي الراية الفار، سموه احنا الفار، الراية هذيك اللي عنده الشوكة متاعها مسمومة، هذيك أخطر، خطيرة برشا هذيك. ثم شكون من البحارة مثلا ضربوا تراشن وعمل عملية ويديه تنفخت وضرب يمكن عامين بشبرة، ولحد الآن يديه مازالت ماهيش عادية. توا في الأيامات هذوما ولينا نخافوا من الدنفيل ولا من القرش، لأنه وقت تبدأ تجبد في كعبة حوت القرش يبدأ أنت طالع يشوف الكعبة ضاربة في الصنارة، يجي يهجم عليك الكعبة، ينجم يجبد لك يجبد الكعبة بالخيط بكل شيء، ينجم في اللحظة هذيك تبدأ أنت تحط في الصنار، ينجم تخطفك الصنارة في البالانغري الفوق في الكنسترو، نجم تجرحك، نجم تجي في البحر. تصور أنت اليوم البحر الناس الكل تزيده، البحر الكل يقولوا ما عادش نحبوا نخدموا البحر، يزينا من البحر ما عادش يوكل لنا الخبز، غدوة ماكش باش تلقى حوت في المرشي، يعني ثم ناس حاطين في الأيكم للبيع، عندهم صعوبات، ثم شكون بيع ثم شكون مازال يستنى لأنه حاصل في قروض مع البنك، ما تمشي لتبرقى بار اكزامبل اليوم ثم أقل شيء 30 فلوكة محطوطة للبيع، ما باعوهاش علاش؟ خاطر كما قلت لك عندهم مازال لازم يخلص البنك باش ينجم يبيع وينجم. تصور غدوة 30 و40 وغدوة تلقي 10 وبعد غدوة تلقي، تبدأ الناس تتبع في بعضها، دونك البرد باش تدخل البرد ما عادش تشوف بحارة برشا. كيف بحار يتحط في وضعية إنه يبيع الفلوكة متاعه، شنو يحس وقتها؟ خاطر تصور علاقتكم بالفلوكة معناتها يحس بمشكل كبير، يحس حتى كان باع الفلوكة واخذها فلوسها وصرفها بعد باش يندم، أكيد باش يندم، هو تلز باش يبيع، هو تلز باش يبيع،
لكن اكيد باش خطر البحار الحقيقي معناها. انا نحكي لك على البحار اللي مشى في دم، والبحر مش المتداخل على البحر ولا على القطاع، باش يبقى متاثر برشا. باش يبقى وين يشوف فلوكته عند واحد اخر، عند صاحبه اللي شراه من عنده، باش قلبه يوجعه ويبدا يتفكر ديما ايامات البحر. كيف الصغيرات متاعهم كانوا كل يوم بيهم يروح بكعبة حوت، معناها خاطر بلاش تسمى، خاطر ما موش باش يشتريها بالفلوس. غدوة إذا كان باش يبيع الفلوكة باش تنقص فلوسه، وما هوش باش ينجم يوفر لهم حتى باش يشتري لهم كعبة حوت من المرشي ولا حاجة، خاطر الحوت أغلى برشا. قبليك قلت لي على الأول، قلت لي البحر تبدل. ما بين الحاجات اللي بدلوهم الأزمة المناخية. نحب نفهم من عندك أنت كبحار كيفاش حسيتها الأزمة المناخية في البحر؟ فما حاجة تبدلت في سخانة الماء؟ فما حاجة تبدلت في الكومبورتمون، التصرفات متاع الحوت؟ هي بطبيعة الحال الماء سخن برشا، وعلى قد ما يسخن الماء بطبيعة الحال ثم كائنات بحرية ما تتحملش السخانة، يعني يلزمها برشا أكسجين. تنقص الأكسجين متاعها وتطف فوق الماء، كيما مثلا مناني، كيما مثلا خنزير البحر. قديش من مرة معناتها نبدو ماشيين بالفلوكة باش نرمو شبكة ولا مروحين، ويعرضنا حوت طاف فوق الماء. ساعات نشوفوه حي مازال دايخ، وساعات ميت يعني حتى معفن. هكاكا برشا حوت معناها مسخانة في أوقات نحسوها إنه بالرسمي إنه البحر مش عادي، معناتها ما نقولوش هذه ربما جاية من البحورات أخرى ولا حاجة، لا هي خطر حية. كيف المطر كي تصب كما قلنا معناها تصب بكميات كبيرة برشا في أوقات ما هيش في وقتها. المطر اللي تصب خاصة احنا غاديك عندنا جبال وعندنا تصب، والمطر هذيك تهز معها التربة الكل وتتصب في البحر. وفي الشط مثلا، في الشط ثم الحجر وثم الذريعة وثم الطبيعة البحرية هذيك الكل تتردم، ثم بقيعة تردمت وتولي معناها بكلها طبعا تحسها ماهوش بحر، معناها تحسي روحك كأنك مش في بحر. كي تدخل تعوم ولا تدخل ولا ترمي شبكة ما تطلع حتى حوت، ما ثماش حوت. كي تمشي ساعات البلاصة يدخلوا فيها البحارة وتشوف فيهم مروحين 5-6 بحارة ما عندهمش حتى 5 كيلو حوت، شيء يوجع القلب. معناتها غدوة باش يمشي يستلف فلوس باش ينجم يخلص الأداءات متاعه ولا يخلص المصاريف متاعه. كيف صغيرات ومعناها يتحرموا من أبسط الحاجات. هذه الكل يلزم الدولة لهنا على الأقل. احنا ما نطالبين من الدولة باش تعطينا فلوس ولا باش تعطينا الإمكانيات. اعطينا، احنا عندنا مثلا مشاريع، عندنا حكايات معينة قاعدين نخدموا عليها، سهلين الأمور واحنا ندبروا روسنا. من عند ثم منظمات، ثم ناس تنجم تمول الحكايات هذه. الجفاف يأثر على البحر؟ الجفاف يأثر على البحر بطبيعة الحال. وقت اللي مثلا مضطر تبقى مدة طويلة ما تصبش ينقص الحوت، تحس البحر صحراء شايح. حتى الطبيعة البحرية كيما النوار متاع البحر كيما الذريع هذيك ما عادش تحسها ذابلة، يعني عندها مهمة برشا الحكاية دي. ويولي الحوت ما حوت ديما راهو وين تلقي طبيعة بحرية باهية معبية موجودة بكثرة، معناتها ثم تلقي الحوت كما في البر بالضبط. يعني كي تمشي لك مثلا بقعة غابة فيها النوار وفيها الورد وفيها الانواع هكا الدنيا زاهية كما نقولوا احنا الطبيعة، باش تلقي الكائنات موجودة، معناتها تحسي طبيعة متكاملة. نفس الحكاية بالنسبة للبحر. حكيت لي قلت لي البحر مستانس يجبد، معناها يوخر في فيفري وفي مارس وبعد يعاود يرجع للتا النورمال متاعو. هذا مازال يصير في بحالة برقة؟ كان ديما كل عام بحر يجبد، توا عنده عامين ولا أكثر شوية بحر ما عادش يجبد في فيفري مارس. بحر ولا ديما يعني نسموه احنا بلغة البحارة المالية، معناها مالي برشا، يعني النيفو متاعه طلع برشا. وحتى كي يجبد حاجة قليلة ويجبد سويعات بركة. قبل مثلا في شهر فيفري مارس كان يجبد نهار كامل، تمشي غادي تشوف بحر ما عادش فيه ما جملة نهار كامل ولا حتى أكثر. حتى كي يملى شوية في الليل يعني مع القمرة نسموها، كي تعمل القمرة يتعدى شوية ماء أما يبقى ديما ناشح.
توا النشاح ولا جست سويعات ساعتين ثلاثة ومن بعد يرجع يملى وملية كبيرة برشا. هذا لاحظناه احنا كبحارة، وكيف كيف من التغيرات المناخية. هو كل شيء تغيرات مناخية، هو المناخ تبدل كومبليتمون بالنسبة لنا احنا كبحارة. راهو معناها قبل حتى مثلا نحن كي نخرجوا البحر الصباح بكري كانت الدنيا باردة بالحق، باردة. توا حتى في الشتاء صحيح باردة ونتأثروا من البرد، ما عادش شكل البرد نتاع قبل، ما عاد الشكل البرد نتاع قبل الشتاء وثلج يصب، ولا ما عاد حسيناها كان الدنيا في المغلب ولا في الغالب يعني هي سخونة. معناتها عنده تأثير على كاليتي نتاع ماء البحر، يبدا مدردر يبدا صافي. بطبيعة الحال هو توا عنده يمكن في ال5 سنين حسب ملاحظتي، معناها في ال5 سنين في جهتنا غاديك البحر ما عادش ثم فيزيبيليتي جملة. يعني حتى كي تصير فيزيبيليتي ما تداومش برشا، نتاع ممكن 24 ساعة وترجع جمعة كأن البحر. حتى كي تشوف بعينيك تشوف تقول هاو صافي البحر، أما كي تعوم بالماسك معبي بالديشي، ثم ديشي، ثم طبعة، ثم حاجات مش عادية، ثم ديشيش معناتها ثم ماهوش حتى الحوتة ما تنجمش تشوفها على بعد 5 متر وما عادش نجم تشوفها. قبل كنت على بعد حتى 10 متر وتنجم تشوف الحوتة، تنجم تمشي لها وتنجم. توا الحوتة مثلا كي تعوم بالماسك خاصة على 5 متر ولا حتى أكثر شوية، دوب ما تشوفه كل تحس بيك تهرب، تخاف خاطر ما ثماش فيزيبيليتي. كي تبدا بحر صافي تبدا الحوت يركح ويدور بيك وكل شيء. فما نوع اخر متاع حوت كنت تشوفه قبل بكثره وما عادش تشوفه، والا نقص الكونتيتي نتاعو؟ اكيد جدا. النوعيه نتاع الحوت هذه باش نحكي عليها هي مهمه جدا، اللي هي اصبحت مهدده بالانقراض. معناتها كيما الجيتار فيش هو المحراث. السبيس هذه نقصت بالحق، نقصت على الاخر، واصبحت معناتها ما تتشافش على اشهرة معناها، فهمت؟ ومعناها هي مهدده بالانقراض. وعلاش ما ترجعهاش معناها؟ وانا ديجا عندي دي فيديو موجودين، عندي دي فيديو ديما ساعات نبارطاجي فيهم كيفاش نشد جيتار فيش فيها 2 ولا 3 كيلو ونسيبها. انا باش نحكيك على المحراث، اما مش المحراث هذاك اللي كنا نحكيو على الجيتار فيش، نحكي على النوع اخر نتاع محراث اللي طريقه صيد كانوا يصطادوا بها المرجان غاديكا في ملوله، وانتي قلت لي راهي الطريقه هذه راهي دمرت البحر. يصطادوا على المرجان، يعملوا شبكة، يعني 15 مقورة نسموها احنا 15 مقورة، يعني ياخذوا باك شباك ويبدا يكركر، وين توحل السلاسل وين توحل المحراث هذاك يخليه ساعة ولا ساعتين، ومن بعد يعني يعمل ضربات هكا قوية ويجبد بعد سويعات، يجبد ساعتين سدي بونتي ولا يجبد، يطلع على المرجان، ما يطلعش عرشة كاملة، يطلع طروف. معناها العرشة هذيك اللي كانت شادة هذيك تكسرت ولا طروف. الحوت وقت اللي تبدا بلاصة ما فيهاش المرجان، كيما الباقري، كيما الجغالي، كيما المناني زادا، كيما معناتها بالشيب الناري يعني بوريشة، هذوما الكل يعيشوا في الشعاب المرجانية ويتأثروا برشا وقت اللي بلاصة تولي ما عادش فيها مرجان. هذا يعني أثر بشكل كبير برشا الحقيقة علينا. كانت الناس الكل تسترزق من المناطق هذه. توا كي تمشي ترمي شبكة ولا ترمي خاصة بالانجري، كيف نحن الصغار نرموا بالانجري، نطلعوها كلها برشا الشبك الضايعة هذيك اللي واحلة في القديمة عندها سنيات، يعني يبين لك انه البلاصة ولات معبية بالشباك، خاطر هي كي توحل المحراث كي يوحل ساعات يخليه مولاها. وانتوا تصطادوا في الشباك في هذا الحوت معناه؟ نطلعوا في الشباك للأسف، وزيد نخسروا معناها معدات صيد، يعني البالانجري تخليه ساعات يوحل في الشبكة هذيك، يوحل في السلاسل، وزيد يعني ما ثماش حوت، وزيد الطبيعة البحرية تجردت، وتوا حبسوه هو النشاط هذا. الحمد لله انه ما عادش موجود، انه خاطر ما عادش مرجان ولا هو المرجان منقص على الاخر. اما الحقيقه نتاع ربي انه قاع الردع وقاع تدخل من الاطراف المعنيه كما الحرس البحري كما اداره الصيد البحري،
يعني وزارة الفلاحة، ومنع منعا باتا. توا أي واحد يمشي يخدم المرجان راهو باش يحجزوا المركب نتاعه. البحر هو اللي يغلي في الحوت على الوكال؟ لا مستحيل. شكون يغلي في الحوت على الوكال؟ هو القشار. كيفاش تعرف اللي حوته فريشكا كي تمشي للمارشي؟ فما شكون يقول اللي لازم عينيه تبدا تلمع، وفما شكون لازم يقول عنده دم في الخراخش نتاعو. هي سهلة جملة الحكاية. معناها أول حاجة لازم تكون الخراخش نتاعها حمراء حمراء حمراء، مش حمراء هكا ناقصة شوية، حمراء معناتها. وعينها جديدة بين العينين، كي تبدا عينها بيضة راهي معفنة وراهي فاسدة. وتنجم تكون هي راهي مازالت ما فزدتش، ولكنها بأقل شك انك تنجم ما تشريهاش، خاطر هي بيضة عينها أنا ننصح. وإلا مثلا تبدأ الحوتة الطاي نتاعها ولا اللحم نتاعها مكبوس، نجم تلقاها خراخيشها حمراء عادية وعينيها مثلا بيضة، عينيها جديدة فريشكة، ولكن هي معفنة. كيفاش هذه برشا ناس ما تعرفهاش. تبدأ هي اللحم نتاعها معفن مترضضة، فهمت؟ مترضضة معناتها ما نعرفش علاش بالضبط، نجم تصير لها برشا حاجات. هذيك راي اللحمة نتاعها بدات ترض يعني طيش. كمية الحوت نقصت في البحر؟ نقصت برشا، نقصت برشا نتيجة الصيد الغير مسؤول. البحار قاعد يضر في البحر ويقضي على مصدر الرزق نتاعو؟ أكيد ثم بحارة مسؤولين على الصيد العشوائي. احنا التوانسة شنو تحبنا نتمناو لك؟ تتمناو لي معناتها انه ربي يفرج عليا، معناها عندي رخصة، معناها عندي مشروع خاص بي معناتها معطل اليوم. انا نحب نخدم في شخصي باش نحسن في وضعيتي الاجتماعية هذاك. واحنا في بلوتين شخصيا نتمناو لك نهار اخر تسرح كي ترمي الشبكة متاعك تخرجها كلها حوت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانتوما كان عندكم ميساج تحبوا تخليوها لعماد خليونا كومنتير تحت الفيديو، وما تنساوش تعملوا ابونمون في شين يوتيوب متاعنا وتنزلوا على النقوزه ديك ترن ترن كالعاده باش اي فيديو نهبطوها ولا اي بودكاست جديد نهبطوه يطلع لكم في الفيل داكتواليتي.